اللي كتير ما يعرفوش ان تريزيجيه هو القائد التاني لمنتخب مصر من بعد محمد صلاح، بس الرحله دي ما جاتش من فراغ. الرحله دي بدات من 2014 في اول ماتش دولي ليه قصاد السنغال، ومن ساعتها وتريزيجيه بقى من اهم ركائز المنتخب. الولد اللي طلع من تحت عبايه الجيل الذهبي في الاهلي لعب بقميص المنتخب 82 ماتش رسمي وودي، سجل فيهم 22 جون وصنع 11 جون، يعني ساهم في 33 هدف بقميص المنتخب، وده رقم يخليه واحد من هدافين منتخب مصر التاريخيين ومن اكتر اللعيبه تاثيرا مع منتخب مصر مع حسام حسن حاليا. بس تريزيجيه مش مجرد ارقام، تريزيجيه جندي تكتيكي، ممكن تلاقيه جناح شمال، ممكن تلاقيه بيلعب في قلب الملعب، واوقات كمان ممكن تلاقيه باك شمال عادي جدا، ومع ذلك بيفاجئك باداء قتالي ويجيب جون، وكمان بيفرق مع المنتخب. ولو هنتكلم عن اللقطات اللي بتغير المصير، تريزيجيه هو صاحب اللقطة اللي خلت مصر كلها تطير من الفرحة في ماتش الكونغو. الدقيقة الأخيرة بيقدر ياخد ضربة جزاء في وقت قاتل وصلاح بيخش يسجل، ونوصل كأس العالم بعد غياب طويل. تريزيجيه وقتها ما كانش مجرد لاعب في القايمة، ده كان بطل مشهد الصعود.